السلام عليكم أصدقائي، ومرحبا بكم في تغطية خاصة ومباشرة من قلب العاصمة الرباط. إذا كنت من الناس اللي كيعشقوا الملاعب، المشاريع الكبرى والبنيات التحتية اللي كتغير وجه المدن المغربية، فأنت في المكان المناسب. قبل ما نبداو، ما تبخلوش علينا بدعمكم، دير لايك وبارتاج الفيديو مع أصحابك، وضروري تفعل الجرس باش توصلك آخر المستجدات أول بأول. اليوم غادي نهدروا بتفصيل على واحد من أكبر الأوراش الرياضية اللي كتعرفها العاصمة الرباط، ملعب البريد، اللي كيتحول بسرعة كبيرة من مجرد ورش إلى معلمة رياضية بمعايير دولية. حالياً الأشغال وصلت لواحدة من أكثر المراحل حساسية وتعقيد، وهي تركيب الهياكل الحديدية العملاقة اللي غادي تحمل السقف. هذه الهياكل ماشي بحال أي منشآت، كتتطلب تخطيط تقني مسبق، قياسات دقيقة، وتدخل رافعات ضخمة كتفوق 50 متر، خدامة وسط شروط صارمة ديال السلامة المهنية باش تضمن توازن وثبات كل عارضة. الهدف من هذا السقف ماشي غير الحماية من عوامل الطقس، ولكن كذلك إضفاء طابع معماري عصري على الملعب، بحال اللي كنشوفوه في ملاعب عالمية في أوروبا وأمريكا اللاتينية. في نفس الوقت أرضية الملعب مازال ما دخلتش المرحلة الحقيقية ديال الإنشاء، فقط رمل، بلا تصريف مياه، بلا طبقات تربة ولا عشبة. لكن هذه المراحل جايين بتقنيات عالية. أولاً غادي يدار نظام تصريف دقيق كيحترم زوايا الميلان باش يضمن سيلان الماء بلا ما يخلي برك وسط الميدان ولا في المدرجات. ثانياً كتجي طبقة تربة خاصة مختارة بعناية باش تكون متلائمة مع العشب الطبيعي اللي غادي يتزرع من بعد. ثالثاً غادي يتركب نظام ري أوتوماتيكي متطور يخدم بتقنية الاستشعار باش يحافظ على اللون الأخضر والكثافة وجودة اللعب. داخل الملعب كاين ركام كبير من المعدات اللي كيتسنى دوره، أنابيب كهربائية، قنوات تصريف، بلوكات إسمنتية، وكميات ضخمة من الرخام المستورد اللي غادي يستعملوه في الواجهات ديال المدرجات، ممرات كبار الشخصيات، ومداخل الملعب. في زاوية أخرى من الورش كاين نشاط كبير على مستوى المرافق التقنية، غرف تبديل الملابس، الحمامات، القاعات الطبية، المكاتب الإدارية، كلها شدت بلاصتها وبداو كيركبوا النوافذ، خاصة في الجهة الغربية اللي توفر على فتحات تقنية تحت المدرجات. هذا الفتحات كتخدم باش يدوزوا منها قنوات التهوية والتبريد للمساحات المغلقة، كيبلات الكهرباء والاتصالات، أنظمة الإنذار والسلامة. الأيام الجاية غادي يشدوا التركيز على تركيب باقي الهيكل الحديدي ديال السقف، وبعدها كيدخل الورش مرحلة الكراسي. هنا كنهدروا على كراسي مصممة خصيصا تكون مريحة للجمهور، مقاومة للشمس والشتاء، بألوان متناسقة مع هوية الملعب، وفي أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب المعايير الدولية للفيفا والكاف. كاين أيضا شاشات إلكترونية عملاقة وصلت فعلا للمخازن، وغادي يتم تثبيتها باش تعرض النتائج، الإعادات وأجواء المباريات بشكل بصري احترافي. غرف تبديل الملابس غادي تكون مزودة بتكنولوجيا متطورة، دوشات أوتوماتيكية، خزانات ذكية، نظام تهوية وتحكم في الركوبة، ومرافق مخصصة للطاقم الطبي، الحكام، وحتى قاعة الندوات الصحفية. المسؤولين على الورش كيسابقوا الزمن باش يكون كل شي جاهز في الموعد المحدد، لأنه الرباط غادي تحتضن مباريات كأس إفريقيا للأمم 2025، وبالتالي كيولي هذا الملعب عنصر استراتيجي ضمن تجهيزات المملكة لاحتضان كأس العالم 2030. لكن كاين نقطة مهمة، هذا المشروع ماشي غير ملعب، بل فضاء رياضي متكامل غادي يخدم طوال السنة باستقبال مباريات، أنشطة، تظاهرات، وممكن حتى تدريبات المنتخبات. وهناك يظهر الوجه الجديد للمغرب في مجال البنيات الرياضية، تصاميم عصرية، تقنيات أوروبية، مواد بناء مستوردة، ومعايير جودة عالمية. إخواني، هذا كان تقريرنا الكامل والمفصل من قلب ورش ملعب البريد في الرباط. ما تبخلوش علينا بلايك، خليوا رأيكم في التعليقات، وبارتاج الفيديو مع أصحابك، وضروري تفعل الجرس باش توصلك آخر المستجدات أول بأول.